ناس كتير في 2025 عايزة تبدأ تتعلم مونتاج، مع ده بتظهر أسئلة كتير، ومن ضمن الأسئلة دي أتعلم أنهي برنامج، أعمل أنهي ستايل مونتاج، أتعلم منين، هل المفروض أشوف كورسات، هل في محتوى عربي بيعلم مونتاج، وإيه هي البرامج اللي أنا بستخدمها، وحاجات كتير كلها بتقول حاجة واحدة بس، وهي إن أنت شخص تايه في البداية. علشان كده في الفيديو ده أنا هقولك على الطريق الصح الكامل علشان تبدأ تتعلم مونتاج وتمتلك مهارة جديدة. مش بس كده، لا كمان لحد مرحلة إن أنت فعلا تحترف المونتاج. والطريقة دي هي إن أنت في البداية عايز اقول لكم على حاجة مهمة، وهي ان اكتر من نص الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتي للاسف مش مشتركين في القناة. ففضلا وليس امرا لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي، فانا اسمي محمد عادل في البداية، ولو انت مش عامل اشتراك فانزل برضو اعمل اشتراك علشان نقلل النسبة دي. فشكرا جدا لوقت حضراتكم، وخلينا نبدأ. انا عارف ان انت ممكن تكون شايف المونتاج حاجة صعبة، دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. اسئلة كتير لما بتجيلك وبتعرف اجابتها بتكتشف ان المونتاج بقى اصعب عليك مما انت كنت فاكره في الاول. بس الحقيقة وهي ان انت في البداية محتاج تشوف حاجة واحدة بس، وهي فيديو بيشرح اساسيات المونتاج. وهنا في لحظة واحدة بس خليني اخد نقلة لبرامج المونتاج اللي احنا بنستخدمها، ونرجع تاني نكمل في الاساسيات. والبرامج اللي احنا بنستخدمها بكل بساطة هم 3 برامج: ادوبي بريمير برو، وده اللي انا بستخدمه وده اللي معروف اكتر ما بين الناس، وتاني برنامج وهو دافينشي ريزولف، ناس كتير بتستخدمه وهو مشهور جدا بالتلوين بتاعه. واخر برنامج واللي طلع مؤخرا وهو كاب كات. كاب كات طلع مؤخرا، ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتميزه واللي لسه بتميزه ان هو موجود على الموبايل، موجود على الماك، موجود على الويندوز، موجود على كل الاجهزه. المونتاج فيه طريقته بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت بيطلع نتائج كويسه. والبرنامج ده بالذات مؤخرا بقى عليه طلب كتير، لان هو بيعمل ستايلات ممكن في البرامج التانية بتحتاج منك شويه وقت علشان تعملها. فكاب كات من البرامج اللطيفه اللي برضه لسه طالعه الفتره اللي فاتت. بس الحقيقه على فكره هي ان كل البرامج دول فكرتهم واحده، وهم انهم بيعملوا مونتاج. يعني انت لو بدات باي برنامج من الثلاث برامج، او حتى برنامج رابع، وجيت بعد كده تنقل لبرنامج تاني تستخدمه علشان مثلا اشتغلت في شركه او ايا كان، فمش هتلاقي اي مشكله مع ده. فروقات بسيطه خالص خالص خالص، لان المونتاج هو مهاره زي مهاره الكتابه كده. انت كده كده لما بتتعلم الكتابه وبتروح مثلا تنقل تكتب على كمبيوتر، بس بتكتشف ان الحروف بدل ما كنت بتكتبها بايدك وباستخدام قلم، بقيت بتكتبها على حاجه اسمها الكيبورد. فدلوقتي انت لو عايز تتعلم اي اساسيات لاي برنامج من الثلاثه دول، ركز معايا. بريمير برو انا كنت عملت الفيديو اللي فات كان شرح الاساسيات بتاعه البرنامج في فيديو ساعه ونص، فيديو حلو خلصه براحتك وهتتعلم عن طريقه الاساسيات. دافينشي ريزولف برضو كنت عملت فيديو من سنتين شرح كامل لدافينشي ريزولف واساسيات المونتاج فيه، شوفوا الفيديو ده حلو وعجب ناس كتير، جاب اكتر من نص مليون مشاهده. اما كاب كات فعمرو عطله كان عمل له فيديو برضو على يوتيوب ببلاش بيشرح اساسيات الكاب كات وشرح حلو جدا، ممكن برضو تدخل تشوف. الاصل في الموضوع هو ان انت محتاج تبدا في اي برنامج من الثلاثه دول، وتشوف اي فيديو من الثلاث فيديوهات دول علشان تبدا تتعلم المهاره ذات نفسها، وهي مهاره المونتاج. بعد كده انت هتتحول للشخص اللي بيشوف حاجات معينه وبقى عايز يعمل زيها. وبكل بساطه اللي انت هتعمله في المرحله دي اللي هي مرحله بعد الاساسيات، ان انت مثلا شفت ريل وعجبك، فبتدخل تسيرش على يوتيوب هاو تو اديت ريلز ان كاب كات مثلا، او ان بريمير برو، اي برنامج انت بتستخدمه ادخل ابحث عن الحاجه اللي انت عايز تعملها باستخدام البرنامج ده. بس في البدايه استخدم الكلمه السحريه وهي هاو تو. الطريق ده يبان عشوائي شويه، اللي هو ازاي كل ما اشوف حاجه ادخل ابحث ازاي اعمل زيها، بس فعلا انا اتعلمت كده، وكل الناس اللي حواليا الناس الكويسه جدا والشاطره جدا اتعلمت كده برضو. طريق عشوائي بس بيعلمك كتير وبيعلمك من اماكن مختلفه، فالحاجه بتدخل دماغك كده كده بتتنظم. بس الاساسي في المرحله دي هو ان انت هتتعلم بشويه عشوائيه. في طريق تاني وانا بحبه على فكره وبرشحه لك، وهو ان انت مثلا لو عندك انستجرام فافتح الانستجرام، لان هو بيكون عليه الكوميونتي بتاع الفيديو اديتورز كلهم الشاطرين يعني. فافتح الانستجرام، ادخل على صفحات الفيديو اديتورز اللي انت حابب الشغل بتاعهم واعمل لهم كلهم فولو. ولو انت مش عارف ازاي تلاقي الفيديو اديتورز دول، ادخل على الانستجرام بتاعي، شوف الناس اللي انا عامل لها فولو من الفيديو اديتورز، ادخل عندهم اعمل لهم فولو، وادخل عند الفولوينج بتاعهم اعمل فولو للناس اللي هم عاملين لهم فولو، وهكذا 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 لحد ما تعمل فولو لكوميونتي كامل من الفيديو اديتورز. وده هو اللي هيكون مصدر التغذيه البصريه بتاعك اللي جاي. اي فيديو انت هتشوفه منهم وهتحبه، ممكن تدخل تسالهم الفيديو ده اتعمل ازاي. وفي استفادات تانية كمان هتاخدها، زي ان مثلا لو حد منهم بعد كده حب يشتغل مع فيديو اديتور تاني، او طلب فيديو اديتور يشتغل
تشتغل معاه وانت عندك فرصه ان انت ممكن تدخل تشتغل معاه، فدي نتورك برضو كويسه هتخليك تدخل تقول له مثلا انا حابب اشتغل معاك، ومن هنا تجيب شغل لنفسك. وما تقلقش خالص، هسيب لك روابط اغلب الاكونتات بتاعت اغلب الفيديو اديتورز اللي انا عارفهم وعامل لهم فولو تحت في اول كومنت، فلو انت مش هتعرف توصل لطرف الخيط فانا سايب لك طرف الخيط تحت، انزل اعمل للناس دي كلها فولو وحاول تتواصل معاهم بشكل دائم، بس ان انت تتحط في الكوميونتي ده الاول علشان ده هيفيدك لو انت شخص لسه بتبدا. من هنا انت هيجيلك سؤال تاني، وهو سؤال ازاي الاقي الحاجه اللي انا هشتغل عليها بعد ما اشوف فيديو انا حابب ان انا اعمل زيه. مثلا انت ممكن تحمل اي بودكاست من على الانترنت عندك على الكمبيوتر وتاخد جزء 30 ثانيه تعمل له اديت بالستايل اللي انت حابب تعمل له اديت، يعني ايا كان ايه هو الستايل ده. كمان ممكن تحمل انترفيو لشخص وتاخد منه مثلا 30 ثانيه تعمل لهم اديت. اي حاجه موجوده على الانترنت شايف ان انت ممكن تاخدها تتمرن عليها او تعمل عليها شغل وتنزلها تاني على الاكونت بتاعك، ده هيكون مفيد ليك، لان هي دي الماتيريال اللي موجوده على الانترنت اللي محدش عمل لها اديت زي ما انت هتاخدها وتعمل لها اديت. فعليك وعلى البودكاست، الانترفيوز، الحاجات اللي زي كده كلها هتفيدك وهتتمرن عليها كويس. وخد بالك ان انا مش بقول لك اعمل ده المره واحده بس، انا عايزك كل يوم تاخد جزء 30 ثانيه لفيديو معين تعمل له اديت وتعمل له سيف عندك، وكأن الفيديو ده هيتسلم فعلا لعميل. اعمل ده مثلا لمده 15 يوم، اكيد اول يوم ليك مش هيبقى زي تاني يوم زي تالت يوم زي اليوم ال 15. والفكره من هنا ان انت كمان تطور من نفسك، لازم برضو ايدك تتعود على الشغل في الايديتنج علشان تبدا بعد كده تطلع فعلا منتج كويس. وعلى فكره بفضل قوي ان انت تبدا تنزل الفيديوهات دي عندك على الانستجرام مثلا علشان الناس تبدا تشوفك وتقيمك لو في حاجه المفروض تعملها احسن، لو تاني فيديو فيه تطور عن اللي قبله. الحاجات دي انت هتشوفها مع الناس وانت بتنزلها مع الناس، ما تحتفظش بيها لان ده برضو شويه هيكون بيمنعك عن ان انت تتطور. لما بتدي الحاجه للناس التانية تشوفها هم وقتها هيدوك نقد بناء هيخليك توصل لمستوى افضل فافضل فافضل لحد ما فعلا توصل لمستوى يكون حلو ومحترم. في الخطوة الثالثة انت هتبدأ فعلا تحترف مهارة المونتاج، وده بيكون عن طريق من الاثنين. اول طريق وهو ان انت تشوف كورس متقدم للمستوى المتوسط او المحترف، وده اللي هيساعدك ان انت تطور من مستواك وفعلا تحترف المونتاج. وده مثلا زي الكورس اللي انا عامله، كورس بيعلمك ازاي فعلا تحترف المونتاج، وده عن طريق التركيز في جوانب اساسية في مونتاج اي فيديو زي الصوت، الالوان، الافتر افكتس، القطع، الحاجات البسيطة اللي احنا عارفينها بس مش كلنا عارفينها صح. والجوانب دي كلها لو انت احترفتها فبالتالي انت احترفت مهارة المونتاج. وده مش علشان المعلومات دي بس عندي انا، لا، هي موجودة في مكان تاني، والمكان التاني ده هو الطريق التاني، والطريق التاني ده هو ان انت تشتغل اساسا في شركة. مفيش شك ان خبرتي في المونتاج ما جاتش من يوتيوب او من اي حاجة تانية، غير ان انا فعلا اشتغلت مع ناس صناع محتوى كتير معروفين عندهم خبرة اكبر بكتير مني وقتها، وكمان ان انا اشتغلت في شركات. فالخلاصة هي ان الطريقين اللي انت محتاجهم او محتاج واحد منهم علشان تحترف المونتاج، اول طريق وهو ان انت تشوف كورس بيتكلم عن ازاي تماستر الفيديو اديتنج زي الكورس بتاعي، وتاني طريق وهو ان انت تشتغل في كذا شركه وتكون الخبره بتاعتك. وخبره الشركات غير خبره الاشخاص اللي انت بتشوفهم على يوتيوب. الكونتنت اللي في يوتيوب هو كونتنت حلو قوي بس مش هو الكونتنت اللي هيخليك ازاي تماستر الفيديو اديتنج. ففي النقطه دي انت اختار اي طريق من الاثنين. رابع خطوه واللي ناس كتير بتسال عنها وهي ازاي اجيب عملاء، وفي الفيديو ده انا بس هشرح بايجاز مش هتكلم عن تفاصيل كتير. في نقطه معينه انت هتوصل لها هتبقى جاهز ان انت تشتغل مع العملاء، بس المشكله وقتها ان انت مش هتكون عارف ازاي اصلا توصل للعميل. بس اساسي خلينا نتكلم دلوقتي في ان اول حاجه انت المفروض تعملها وهي ان انت تنزل شغلك اللي انت عملته واتدربت عليه كتير لفتره معينه كويسه. المفروض تنزل كل الشغل ده عندك على مكان الناس تشوفك فيه. المكان ده هو البروفايل بتاعك او هو المعرض اللي لو اي عميل عايز يشتغل معاك المفروض بيدخل على المكان ده ويشوف شغلك ويختارك ان انت تشتغل معاه. والنقطه دي مهمه لان انت المفروض هنا تروح للمكان اللي فيه العملاء بتوعك. ايه هو المكان ده؟ فيسبوك، انستجرام. واساسي هنا خلينا نتكلم عن الانستجرام. انستجرام عليه كل الفيديو اديتورز اللي زيك، انستجرام عليه كل العملاء اللي عايزين يشتغلوا مع فيديو اديتورز بيعملوا شغل كويس، وهو المكان الكرييتيف او المكان المبدع. هتلاقي الناس اللي بتصور، الناس اللي بتعمل 3 دي، الناس اللي بتعمل جرافيك ديزاين، كل الناس دي موجوده على الانستجرام. وبالتالي كمان الفيديو اديتورز ليهم حضور كويس هناك على البلاتفورم دي. فانت اعمل اكونت على الانستجرام، نزل شغلك عليه، واستعد ان انت هتوصل لعملاء هيكونوا محتاجين يشتغلوا معاك. وكمان خد بالك من حاجه انا كنت قلتها، وهي ان انت اعمل في نفس الاكونت
تفولو الفيديو اديتورز كتير علشان توصل لناس شبهك بتعمل نفس الحاجه بتاعتك. فمثلا لو في فيديو اديتور تاني معاه كلاينتس وهو عنده زحمه شغل ممكن يبعتهم لك. لو في فيديو اديتور محتاج حد يساعده وانت لسه شويه بادئ ممكن تدخل وتساعده، وطبعا ده هيكون شغل بفلوس. كل دي حاجات مش هتيجي غير بوجودك انت وسط الدايره اللي فيها الناس اللي شبهك اللي هم الفيديو اديتورز والكونتنت كريتورز. نيجي بعد كده لخامس خطوه والخطوه الاخيره والخطوه اللي انا هسيبك بعدها تماما، وهي نصيحه مهمه، وهي اتعلم وطبق وكرر العمليه تاني. يعني اتعلم وطبق واتعلم وطبق واتعلم وطبق على طول، لان ده اساسي علشان تفضل بعد كده تطور من مستواك. انت دايما محتاج تطور من مستواك لان السوق نفسه بيتغير وشكل الفيديوهات الحلوه نفسها كمان بتتغير. فلو انت اتبعت المايند سيت دي بتاعت ان انت تتعلم وتطبق، ده هيساعدك ان انت تبقى شخص متطور طول الوقت وما تبقاش قديم، وده هيخليك دايما ظاهر، بتعمل شغل كويس، متشاف على البلاتفورم اللي انت موجود عليها، ليك حضورك، ليك العملاء بتوعك، ليك الناس اللي بتحب تشوف فيديوهاتك، وده كده كده هيزود نسبه شغلك ونسبه ان انت تتشاف اكتر واكتر. فدي نصيحه مهمه، وهي ان انت تتعلم وتطبق وتكرر. افضل لف دايما في الدايره دي لان ده اللي هيساعدك تطور من مستواك وكمان تطور من شغلك وتزود كمان من دخلك. شكرا جدا لوقتكم على ان انتوا شفتوا الفيديو ده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو انت عندك اي استفسار بخصوص اي حاجه بالنسبه لموضوع الفيديو اكتبوا تحت في الكومنتات. وبس كده، رابط الكورس هسيبه لكم تحت في الوصف بتاع الفيديو. واخيرا لو الفيديو عجبك كالعاده ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان نقلل من النسبه دي. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.